السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نديرو حرشه في الفران ونديرو لها بالكريمه ديال التين. لهاد الوصفه غادي نحتاجو كاس ديال الفرينه، كاس ديال السميد، كاس الا ربع ديال الزيت العاديه، كاس الا ربع ديال السكر، وكاس ديال التين، جوج بيضات، واحد الخميره ديال الحلوه، واحد الكاس ديال الياغور. والكريمه غادي نحتاجو فيها كاس الا ربع ديال التين، كاس ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال السكر، وواحد المعلقه ديال التينه محكوكه، واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا، وصفر بيضه. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو، غادي نديرو داك الكاس ديال العصير ديال التين، غادي نديرو داك الكاس ديال الياغور، ومن الاحسن تعبروا بهذا الكاس ديال الياغور باش يجيكم العبارات مقادين كاع. ما ديروا بهذا الكاس كلشي، كاس ديال الياغور ديروا به كلشي، عبروا به كلشي. انا درت كاس الا ربع ديال الزيت، كاس ديال السكر، غادي نديرو دوك جوج بيضات، غادي نخلطو هادشي مزيان هكا باليد، ولا تقدروا تخلطوهم بالدراب ديال اليد ديال الضو. بعد ما خلطناه مزيان غادي نزيدو عليه داك الكاس ديال السميد، ونزيدو عليه داك الكاس ديال الفرينه، وغادي نخلطوه مزيان. عفوا انا نسيت الخميره، غادي نديرو ساشي ديال الخماره ديال الحلوه، وغادي نخلطو مزيان. نخلطو مزيان، نخليوه واحد 5 ديال الدقائق، عاد نديروه في المول اللي ندخلوه للفران. درك بعد ما خلطناه غادي نزيدو واحد شويه ديال هاد القشره ديال التين هكذا، غير شويه باش تعطي اللذه، ونخليوه شويه الاخر باش نديرو به ديك الكريمه اللي الفوق. بعد ما فات 5 ديال الدقائق على الخليط ديالنا هكذا يصبح بحال هذا الشكل، هذا القوام ديالو ما يبقاش جاري بزاف. غادي تقدروا ديروه في المول اللي بغيتو نتوما. انا بغيت نديرو في هذا الطاجين لحقاش ثقيل كيعجبني. غادي نخويو فيه الخليط ونديروه في الفران حتى يطيب، عاد نديرو الكريم. غادي نديرو كاس ديال الحليب هنايا باش نديرو الكريمه ديال اللي غادي نديروها بالفوق. غادي نديرو التين، عصير ديال البرتقال، غادي نديرو دوك 2 معالق كبار ديال السكر، غادي نديرو هذاك الصفر ديال البيضه، ونديرو ديك المعلقه الكبيره ديال النشا، وغادي نديرو هذاك القشره ديال البرتقال. غادي نخلطو هادشي مزيان. دركا حنا درنا هذيك الكريمه ديالنا طيب حتى تتقال، نبقاو نحركوها باش ما تلصقش حتى تتقال، وغادي نحيدوها. الكريمه ديالنا بعد ما تقالت كما راكم تشوفوا هكذا صافي، غادي نحيدوهم فوق النار ونخليوها تبرد واحد شويه، عاد نزيدوها على الحرشه ديالنا. الكريمه ديالنا بعد ما نحيدوها على البوطه نبقاو هكذا نخلطوا فيها حتى تحيد منها شويه ديال الحراره، تبرد شويه، عاد نزيدوها على الحرشه ديالنا. غادي نديرو ديك الكريمه ديالنا على هذيك الحرشه ديالنا، نسرحوها مزيان
واللي بغى يديكوريها من الفوق بشويه ديال الكراميل، واللي بغى يدير شويه ديال الشيكولا عاوتاني يدير شيكولا. الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا هذا هو. انا قلعت منها واحد المرسول باش نوريكم كي جات من الداخل، لانها كتجي هشيشه بزاف وكتجي لذيذه. نتمنى انكم تجربوها وتعطيوني الراي ديالكم، وخليوا لي الى عندكم شي اقتراح ولا في التعليقات. والى لقاء اخر ان شاء الله.